الفيديو ده زائد 12 يعني او 18 يعني براحتك، هو بيان، الفيديو ده بيان رسمي من المستشار. وانت عارف المستشار بقى يعني شوف انت الدنيا ماشيه ازاي، اللي حوالين منك اطفال، يعني انت خايف على مستقبلهم. اتمنى ان انت تمشيهم عشان اللي جاي تقيل قوي. المستشار كان بيحكي قصه بسم الله ما شاء الله، هو يعني الله ينور عليه بصراحه. يعني هو طبعا انتوا عارفين الزمالك اول الدوري، عارف ان احنا لسه في الاول، بس الزمالك اول الدوري دي بالنسبه لكم غير بالنسبه لنا. يعني دلوقتي هتقوم حروب ومجاعات عشان الزمالك الاول في الدوري. مين عايز يقعد يعني في الزمالك والزمالك اول الدوري؟ هي بتبقى فرصه بعيده عنك. يعني انت طبعا خدت بالك، مش مهم. يعني المستشار يعني ده على صفحته الرسميه بيرد على بيان عندنا، بيقول لهم ايه بقى الرئيس؟ بيقول لهم للاسف وصلتني ورقه تواليت. يعني في ورقه يعني ورقه منديل حمام جالي مكتوب عليه شويه كازورات، حاجات مالهاش اي 30 لازمه يعني مكتوب عليه زي اللي كاتبهم. يعني هو اللي كاتب الحاجات دي زيه زي الورقه، يعني الاثنين خدت بالك ما لهمش لازمه. هو بيقول انا ماليش دعوه وبالصدفه يعني رب يعني المهم خدت بالك انا كنت داخل التواليت. يعني هو الورقه التواليت دي جات له وهو داخل التواليت فخدها معاه تقريبا جوه. خدت بالك قال لك وفوجئت ان الماء مقطوعه. خلاص بقى الراجل بقى خدت بالك ودنيته زي الفل بسم الله بقى. قعد بقى هو خلاص بقى خدت بالك بيحكي لا ان الماء مقطوعه مش يعني خدت بالك قال لك فوجئت ان الماء مقطوعه حزنت لثواني. يعني هو قاعد كده خدت بالك انت، هو يعني انت فاهم مفيش بقى حاجه، هو حزن يعني قاعد بتاع الصومالي كده حزنان في نفسه. وبعد كده بقى افتكر يعني وبعدين فرحت جدا لاني استخدمتها بدلا من الميه. يعني هو لا وسيله يعني خدت بالك ده. يعني هو بقى قال لك ايه احنا في العصر الحجري ويلا بينا منديل خدت بالك. وبعد كده القطها في المكان الطبيعي في سفيحه الزباله اللي جنبي. يعني انا ما قمتش من مكاني رميتها في حته تانية لحد يفكر ان انا قمت، لا ده انا في مكاني هي جنب مني. انا برضو بحدد لكم المكان عشان خدت بالك يعني سيبك بقى بالبيانات ايه بقى. يعني سيبك بقى من كل اللي هو قاله ده. كان بيشرح الموقف اللي جات له فيه الرساله اللي جت دي جت في موقف هو كان يعني خدت بالك يعني هو جات له ساعتها. دلوقتي بقى الموضوع انت بيانات ايه شويه يعني هي جيم وراح الف ميم يه ت مربوطه. يعني هي تتقرح يعني من بعيد حراميه، بس هي خدت بالك بيموه عشان القانون. انا معزول تمام، يعني انا بره اصلا النادي. انت زوريني بقى عشان انا هديكم. هو اللي والله لا هو اللي هيديكم مش انا، هو اللي كاتب انا هديكم بالجزم غدا بالصوت والصوره. يعني هيضرب ويصور يعني ما تفهمش هو ده هو اللي كاتب كده وبالمستندات. يعني هو ما هو هيضربك ويصورك وهيمضيك على العلقه اللي انت هتبقى. انا مش فاهم والله العظيم هيمضيك اصل هي مش بالجعجعه ولا الكذب. والراجل فيكو يرد عليا بالمستندات. يعني سيبك بقى من اللي انا قلته بقى والحمام بقى، سيبك بقى من الفيلم الاجنبي ده. انت لو راجل رد عليا بالمستندات، غير من المستندات ما تردش يعني ما تتكلمش. والا اقسم بالله خلاص هي بقى حضرت بقى في الاخر افتكر رب. يعني خلاص هي حضرت بقى. هدعوا اعضاء النادي للاجتماع بهم داخل النادي. يعني هنجتمع جوه النادي عندكم بالاعضاء ومش هتتضربوا الا على يعني لا مؤاخذه خدت بالك يعني خدت بالك يعني بالاحذيه بتاعت لا مؤاخذه ستات يعني هو اللي كاتب البيان هو اللي يعني ده سياده يعني ده كلام كاتبه مش يعني الله يبقى ده يعني العينه زي ما بيقولوا العينه بينه عندنا اهي. دي العينه بيه قبل وقعد عين ده الرئيس. يعني خدت بالك اللي هو كان في بقى رئيس حالي الله اعلم هيرد. ما هو يعني المهم دي العينه. ده مستوانا. انا ما بتكلمش من ساعه لما الزمالك اول الدوري من الفرحه مش مصدق، مش عايز اتكلم عن النت لحسن احسدهم هم يعني الله يبارك لهم.